الإسراء والمعراج. الدرس الكبير لما الدنيا تقفل دليل انك متوكل على الله تبذل مجهود اكتر، ودليل انك مش متوكل على الله وانك كنت متوكل على انكل فلان وعمه فلان والسبب الفلاني اللي لما الدنيا قفلت قعدت تعيط وفقدت الهمة. هو انت شايف الكون بيتحرك بمين؟ بالله. وريله همتك. درس رهيب. يطلع النبي 100 كيلو على رجليه، يروح للطائف، يدعو أهل الطائف إلى الإسلام على رجليه 100 كيلو من هنا للماستر لوادي النطرون، 100 كيلو على رجليه. يرفضوا، يعني كمان ما جابتش نتيجة، يرفضوا الإسلام بالكامل ويضربوه بالحجارة. ويطلع له 3 من سادة الطائف يقولوا له كلام قاسي، لو انت سمعتي نصه تقعدي تعيطي أسبوع عليه. الأولاني يقول له أما وجد الله من هو خير منك يرسله؟ والتاني يقول له إما أن تكون نبيا حقا فأنت أعظم من أن أتكلم معك، وإما أن تكون كذاب فأنت أقل من أن أتكلم معك، فلن أتكلم معك، كده مش هتكلم معك. والتالي تقول له والله لو رأيتك متعلق بأستار الكعبة تقسم أنك نبي ما صدقتك. مين يتحمل كل ده؟ وطب هو تحمل كل ده ليه؟ عشان حضرتك تطلعي مسلمة. ما هو جاله الملك، ملك الجبال، وقال له تعبوك لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين اللي في مدخل الطائف، أقفلهم عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وحصل. أنا استحمل بس يطلع منهم ناس بتعبد الله. درس رهيب. قد إيه الفيجن البعيدة. احيانا بتبصي تحت رجليكي، شوف احنا طول ما احنا ماشيين بنتعلم، تبصي تحت رجليكي ليه كل الاذيه دي؟ بصي لبعيد. عسى الله ان يخرج من اصلابهم، يعني حتى ما قالش ولادهم اصلابهم، ممكن احفادهم واحفاد احفادهم. انا اصبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحمل كل ذلك عشان حضرتك تطلعي اسمك هدى وايمان ومحمد واحمد اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. في وسط الشده دي كلها، وفي وسط يطلع البلد كلها ترميه بالحجارة. سنك كام يا رسول الله؟ احنا دلوقتي سنة 10 من البعثة. هو بعث البعث يعني بداية الرسالة عنده 40 سنة، يبقى هو دلوقتي عنده كام سنة؟ 50 سنة. 50 سنة يضرب صلى الله عليه وسلم بالحجارة. فطبعا بيجري عشان الحجارة ما تجيش فيه، فبيجري على حجارة، فرجلين النبي كلها دماء. ويدور على حتة يقعد فيها ويدعي الدعاء العظيم الجميل: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. ياه لما تحس بيه وهو بيقول الكلمتين دول. أقوى حالاتك مع الله وأنت ضعيف. أقوى حالة ليكي مع ربنا ودموعك نازلة. اوعي لما دموعك تنزل تروح تدور على الناس قبل ما تدور على ربنا الأول. هو حلو انك تسرب طاقة الهم اللي جواك بانك تحكي للناس، ما حدش يقول ده مش مطلوب، بس ابدأ بالشكاية إلى الله. لما تكون موجوع قوي ابدأ بربنا. ليه أبدأ بربنا؟ علشان كل ما تروح له بضعفك يمدك بقوته، وكل ما تروح له بذلك يمدك بعزه، وكل ما تروحي له بفقرك يمدك بغناه. ليه؟ لأنك تحققت بأوصافك كعبدة، فيتحقق لك بأوصافه كرب. فهمت الفكرة؟ كل ما تتحقق بأوصافك، اوعى تنسى انك عبد. بتنسى في زحمة الدنيا مع الحياة، بتنسى أهم فكرة العبودية، وده سبب من أسباب الابتلاءات. افتكر انك عبد. كل ما تروح له عبد فتحققت بصفتك فيأتيك بصفته. ولذلك أقوى لحظات ليك في الدنيا وانت عبد، بس ما بتجيش كتير بسبب زهزهة الدنيا وظاهرة الحياة الدنيا والحياة والدنيا. وكل ما الفلوس تزيد وكل ما المنجاة تزيد وكل ما رؤية النفس تزيد، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل معاك ايه؟ يوجعك شوية. اوعي تنسي انك عبد. فلما تحقق بالعبودية: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تتركني؟ إلى بعيد يتجهمني أهل الطائف، أم إلى عدو ملكته أمري قريش؟
إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. كلام لا يقول إلا الأنبياء. فكان الرد، إيه الرد؟ رحلة الإسراء والمعراج. لا يمكن تعيشي ضعفك بين يدي الله إلا ويرفعك. فكان الرد وكأن الله يقول له: يا محمد، إذا كان أهل الأرض أذوك، تعال شوف مكانك عندنا في السماء. رحلة الإسراء والمعراج باختصار شديد، في ملخص شديد جدا. يطلع النبي، يجيله سيدنا جبريل: استيقظ يا محمد. يصحى من نومه. كان بايت فين؟ كان بايت عند أم هانئ أخت علي بن أبي طالب بنت أبو طالب اللي لسه ميت. أصله هو النبي بيواسيها هي وولادها في موت أبو طالب، وبيواسي نفسه في موت خديجة، فبدل ما يبات لوحده وهم يباتوا لوحدهم راح يبات معاهم. تلقائي جدا، حنين جدا، واصل لرحمه جدا. فيبات عندها، يجيله جبريل يصحيه من النوم، يروح على المسجد الحرام، طوف بالكعبة أولا. لازم مقدمات، أي حدث كبير لازم يسبقه مقدمات. هنصلي لازم قبلها الأذان، هندخل في الصلاة إقامة الصلاة، هتقف بين يدي الله تقوم بالليل، كلمات يقولها النبي قبل قيام الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنا بك وإليك. الله أكبر. تدخل الصلاة تقول الله أكبر. المقدمات مهمة قوي. تتوضع عشان تخش الصلاة. الأول قال له: طوب بالبيت. فيطوب بالبيت، ثم يجد البراق، وسمي البراق لأنه هو كالبرق، يضع حافره عند منتهى طرفه. أنا قاعد هنا، لو أنا قاعد في الدور اللي فوق أقدر أشوف من هنا الهرم، فهو من هنا يكون الحافر بتاعه عند الهرم. طب وصل عند الهرم، يقوم شايف ايه؟ يقوم شايف بني سويف، يبقى الحافر بتاعه بني سويف. يعني ايه البراق؟ متسمي من البراق، من البرق، وهو كائن لم نراه من قبل ولم ينزل للارض من قبل. وزي ممكن وهو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه: وهو دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل. هو بين الاثنين، يضع حافره عند منتهى طرفه، مطرح ما عينه تجيم الحافر. يعني سرعة الضوء. ما هو ده أول إشارة قبل أينشتاين لفكرة سرعة الضوء، البراق. الله، طب وهو سرعة الضوء معناها إيه؟ إن الزمن صفر. الزمن صفر يعني إيه؟ عشان كده لما قال: فعدت إلى فراشي فهو دافئ كما تركته. ما هو النبي بيقول: رحت الإسراء وطلعت المعراج ثم عدت إلى فراشي فإذا هو دافئ كما تركته. إزاي يعني؟ طب على الأقل فات 5 دقايق، إزاي دافئ؟ السرعة كانت صفر، الزمن بقى صفر. سرعة الضوء تعني إن الزمن صفر. ما كانش ممكن يتخيل ذلك إلا بعد العلم الحديث. المهم، وصل بالبراق، ركب البراق مع سيدنا جبريل: لا يتركني ولا أتركه. وصل لغاية المسجد الأقصى، نزل من البراق، ربط البراق في حلقة المسجد الأقصى اللي دلوقتي بقى اسمها حائط المبكى مع الأسف الشديد. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أعظم اجتماع حصل في تاريخ البشرية. ما فيش اجتماع أعظم من كده. كل أنبياء الله من أول آدم لغاية سيدنا عيسى موجودين، واقفين صف، والنبي بيصلي بيهم إمام. شايف مين واقف وراه؟ أهو سيدنا داود، أهو، وادي سيدنا سليمان، وسيدنا آدم أهو واقف أهو، وده سيدنا عيسى، وإيه ده، وده سيدنا يونس، كله واقف. وده جده سيدنا إبراهيم، ويصلي بهم النبي إماما في المسجد الأقصى، وكأنهم بيسلموا له: أنت المسؤول عن البشرية الآن، أنت وأمتك، استلم الراية مننا. فكان لقائهم بيه رمزية إن أنتوا مسؤولين، وإحنا ضيعنا الكلام ده. هنبدأ رحلة المعراج، هيبدأ يروح على صخرة المعراج في المسجد الأقصى، وكأن المعراج حدث من المسجد الأقصى مش من المسجد الحرام. ولما نزل من المعراج نزل للمسجد الأقصى مش المسجد الحرام، وكان ممكن يطلع من المسجد الأقصى لأن هو الرحلة كلها بأمر الله كن فيكون. لكن لرمزية اهتموا بالمسجد الأقصى، واوعوا تنسوا للأجيال القادمة حب المسجد الأقصى. هيطلع رحلة المعراج، هيطلع ال7 سماوات، كل سما هيقابل نبي من الأنبياء، ثم يصل إلى سدرة المنتهى، مكان لم يصل إليه مخلوق من قبل. لم يسمح الله لمخلوق أن يصل لهذا المكان. وسميت سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها كل علم الخلق. حاجة لم تحدث. احنا في شرف كبير ان احنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بس يا ريت نقدر ده. مش واخدين بالنا، احنا سرحانين خالص، نسينا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة.
راحوا نسيوا. طيب قبل ما ادخل في رحله الاسراء احنا المره اللي فاتت حكينا الاسراء، المره دي هدخل في المعراج. عشان ادخل في المعراج لازم اقول الحته دي. الاسراء ثابت بالقران بشكل واضح جدا جدا جدا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. في اي لبس؟ حد يقدر يفتح بقه كلمه ويقول ان الاسراء مش ثابت؟ نص القران. طب والمعراج موجود في القرآن. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولقد رآه نزلة أخرى. رآه اللي هو مين؟ شاف جبريل بصورته الملائكية. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. شاف كل حاجة. ما زاغ البصر وما طغى. ده ما كانش حلم، ده ما كانش بالروح، ده كان روح وجسد. ما زاغ البصر، والبصر أداة من أدوات الجسد. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى. انتوا شاكين؟ بصوا الآيات عاملة ازاي؟ آيات. بس في حد هيجي ويقول لي بس مش واضحة قوي زي الإسراء. صح مش كده؟ يعني الإسراء ولقد رآه نزلة أخرى أنت قلتها إنه جبريل. جبتها منين؟ هو النبي اللي قال لنا كده. أيوة بس دي مش واضحة قوي في القرآن. ما ربنا قصد كده. حتة خطيرة هنا. حد جابها؟ في حتة خطيرة هنا. الإسراء شديد الوضوح، المعراج مش شديد الوضوح. واضح الآيات واضحة بس يعني فيها حتة مش واضحة قوي، مش كده؟ مين يجيبها وياخد 100 جنيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. لا مش هي دي. حلوة بس مش هي دي. يا سلام، حد يديله 100 جنيه يا كريم. يا أيمن حط 100 جنيه يا كريم، ادفع 100 جنيه يا كريم. يعني كريم الله يبارك له يعني شايل كل حاجة على كتافه. حالا تاخدها وامضي لك عليها بعد الدرس عشان ما تصرفهاش. لا ما يرجعهاش، يحتفظ بيها. اوعى تفصل القرآن عن السنة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي لمحة خطيرة. اقفوا بقى معايا. ما هو كل اللبخ اللي حصل الفترة اللي فاتت بسبب الكلمتين دول. ايه يعني عايز تقول ايه؟ حكاية فصل السنة عن القرآن دي لعبة خبيثة. دي لعبة خبيثة، اوعوا تقعوا فيها. يعني ايه؟ ضرب السنة هو ضرب للقرآن وبعدين ضرب للدين كله. ازاي؟ امثله. الحديث هو تفسير القرآن، السنة هي تفسير القرآن. مش في حاجة اسمها القانون، بتوع المحاماة يعرفوا الكلام ده. القانون والمذكرة التفسيرية للقانون. مش القانون ده محتاج تفسير؟ فلازم مع القانون في ايه؟ المذكرة التفسيرية. السنة هي المذكرة التفسيرية للقانون. امثله. ازاي لو ضربت السنة تبقى ضربت القرآن وتبقى ضربت الدين كله؟ فين الصلوات؟ كلمة ان الصلوات 5 في القرآن. في اقيموا الصلاة، في اقيموا الصلاة. جبت منين ان هم 5؟ مش بقول لك لو ضربت السنة تبقى ضربت القرآن وتبقى ضربت الدين؟ دي حيلة خبيثة. ده هو الموضوع مش السنة، ده الموضوع خبط الدين كله. فين ان الظهر 4 ركعات في القرآن؟ جبت منين ان الظهر 4 ركعات؟ قول لي فين في القرآن ان الظهر 4 ركعات؟ الله صحيح. جبت منين المغرب 3 ركعات؟ جبت منين الفجر 2 ركعات؟ جبت منين العشاء 4 ركعات؟ يا نهار ابيض. شفت بتهد ازاي؟ انت بتضحك علينا، انت بتضحك على الشباب الصغير. طب خد اللي بعدها. جبت منين الزكاة 2.5%؟ فين في القرآن؟ حضرتكم مين هنا عمل عمرة؟ فين مناسك العمرة في القرآن؟ فين تفاصيل مناسك العمرة في القرآن؟ ليه النبي في الحج قام راكب فوق جمل وقال خذوا عني مناسككم؟ عايزين تفهموا الحج شوفوني عشان تعرفوا فتقلدوني. يعني ايه قول الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فين؟ ده هو. لا ده انا فهمت.
ده هو بيشتم الصحابة عشان يخبط السنة، وبيخبط البخاري ومسلم عشان يخبط السنة، فلما يخبط السنة يفرغ القرآن من محتواه، فلما يفرغ القرآن من محتواه وقع الدين. يقوم يعمل ايه؟ لا لازم 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 حضرتك خليها معاك. معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها انت هتاخد حتة وتسيب حتة؟ هتاخد حتة وتسيب حتة، يبقى مش هتعرف تفهم القرآن، بقى عندك مشكلة. عشان كده ربنا ما خلاش المعراج واضح قوي، عشان يقول لك اوعى من فصل السنة عن القرآن. طيب نساعدكم اكتر. هتقولي طب ما هو القرآن ممكن يكون السنة ممكن يكون فيها احاديث ضعيفة، صح؟ عشان كده في فرق بين حديث رواه صحابي واحد وما فيش غير الصحابي ده اللي رواه، اسمه حديث احاد واحد، وحديث متواتر في 100 صحابي رووه وشافوه. اقوى درجات التأكد، صح ولا لا؟ بالعقل ولا لا؟ انا لما اقول لك قال نابليون، ايش عرفني نابليون؟ لكن لما يقول لك في 1000 جندي في المعركة شافوا نابليون بيحط ايده كده جوه الجاكيت بتاعه، مؤكدة ولا لا؟ لو رحتوا متحف الشمع في لندن مدام تسو، هتلاقي تمثال نابليون بونابرت. اكتر حاجة هتاخد بالك منها في التمثال الشمع بتاع نابليون، حطت ايده. عارفين الحكاية دي ولا مش عارفينها؟ مش عارفينها ازاي، بس دي مشهورة جدا. المهم، طب دي ايه يا عم؟ ده كل الناس شافتها. ازاي الصلوات الخمس كل الناس شافت النبي بيصلي الصلوات كده؟ كم واحد شافوه؟ 120,000 صحابي. بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ طب وال 120,000 صحابي حكوه، ده متواتر اسمه، حكوها لكم صحابي؟ حكوها المليون، حكوها المليون تابعي شافوهم بقى بيصلوا. طب وشافوهم وهم بيرفعوا صابعهم كده في ده حتى دي جايه من عند النبي بالملي، اصل كل حاجه اتشافت، ده مليون واحد يا عم، فالمليون حكوا لكام؟ وشافهم كام؟ 10 مليون، فال10 مليون لغايه ما وصلنا لغايه هنا. فهمت. ايوه، ده كده كمان ده يا ولاد الذين، يبقى انت كمان مش بتتكلم على احاديث الاحداث، ده انت بتتكلم على الاحاديث المتواتره. انت عايز بتستخدم كلمه ان في احاديث ضعيفه وان الناس مش فاهمه ان في فرق بين احاديث احاد رواه واحد، ممكن نتكلم فيها، لكن المتواتر طب يدخل تحت دي ايه كمان؟ الحجاب. هات لي الايه في القران اللي بتتكلم على الحجاب، تقول له الايه بتاعت سوره النور بتتكلم على لبس المراه من فوق، والايه بتاعت سوره الحجرات بتتكلم على لبس المرأة من تحت. سورة الأحزاب لبس المرأة من تحت وليدنين عليهن من جلبيبهن، ما تلبسيش قصير، تلبس طويل. ومن فوق سورة النور قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ده الجيب ده يتغطى. طب بس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها دي اللي هو إيه بقى؟ يوم النبي مشاوي ويقول الوجه والكفين، يوم يقول لي لا بس مش واضحه في القران. انت بتفصل بين القران والسنه؟ طب ما هي دي زي المعراج. طب وازاي بقت متواتره؟ لان يوم ما نزلت ايه الحجاب كل ستات المسلمين غطوا شعرهم، صح؟ لان هم فهموا ما ظهر منها. فكم واحد قلدهم؟ كم واحده قلدتهم؟ كل ستات التابعين بقوا كام كده؟ بقوا مليون. فكم واحده قلدتهم؟ كل نساء تابع التابعين، فبقى عددهم كام؟ 10 مليون. فكم واحدة خلاص متواتر. طب اللي يجي ينكره ما يقولش بقى انتوا بتقولوا كلام غلط. يا عم انت بتنكر ما اجمع عليه بالتواتر. كلام منطقي ولا كلام عاقل ولا مش كلام عاقل؟ طيب يبقى ده الحجاب انتشر بالطريقة دي واتحرك بالطريقة دي، فما ينفعش تيجي تقول لي ده مش موجود في القرآن. هو انت عايز تلعب اللعبه دي، بس الاشاره بتاعته في القران، لان ما ينفعش النبي يامر بحاجه مش موجوده في القران، فاهمين؟ لكن اشارته في القران. فمن هنا بقى التواتر بهذه القوه. اوعوا من اللعبه دي، فصل القران عن السنه. طب شكل الحجاب يبقى عامل ازاي؟ سابها لكل زمن، لا القران ولا السنه.
ليه؟ لأن كل زمن طريقة لبس المرأة بيتغير. لونه إيه؟ كل زمن. حجت السيدة عائشة بعباءة مزخرشة بالألوان. إيه ده؟ حجت لابسة كده؟ في البخاري. يعني هنا بقى مفتوحة. هو بس حط لك الفريم الواسع. فهمتوا يا جماعة؟ يبقى الإسراء والمعراج، الإسراء واضح، والمعراج الإشارة موجودة، ما جاش بالسنة بس، لا، في الإشارة، بس تفسير الإشارة في السنة، سورة النجم. فيحصل إيه؟ إن مئات الصحابة يسمعوا النبي وهو بيحكي قصة المعراج، فينقلوها، بقت تواتر خلاص، مش واحد. لو واحد نسكت. ما تضحكوش علينا، دي لعبة خبيثة لضرب تفريغ القرآن والدين كله من محتواه. ما تستجيبوش للحكاية دي. حلوة الفكرة؟ واضحة؟ سهلة؟ مفهومة؟ حد عنده أي حاجة مش فاهمها فيها؟ سبتت؟ طيب ندخل بقى في المعراج بعد ما خدت حقي في الحتة دي، في ظل الايه، الشوشرة الخبيثة اللي أثيرت الفترة اللي فاتت. ندخل بقى في الايه، في المعراج. يلا بينا. المعراج، احنا خلصنا رحلة الإسراء، هنبدأ رحلة المعراج. سفينة فضاء علشان توصل لأقرب كوكب قريب للأرض تحتاج 3 سنوات بسرعة تسير بسرعة 7000 كيلومتر في الساعة لأقرب كوكب. اديني عقلك بقى، أو ما تدينيش عقلك، اديني يقينك وقول لا إله إلا الله. عندك اختيارين. عندك اختيار تقول لي بالعقل ما تشتغلش، وعندك اختيار تقول سبحان مالك الملك يفعل ما يشاء. سبحان اللي عمل للبشرية أول إشارة ممكن تطلع للسماء. تتكلم على الإسلام ويقول لك إحنا مش عايزين نرجع للوراء، ده أول إشارة تستطيعوا أن تصعدوا للسماء اشتغلوا عليها كانت رحلة الإسراء والمعراج. أول إشارة للبشر، تحدي للبشر. وآية تانية في القرآن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فوق وتحت، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، بإرادة الله. أولا أول إشارتين للبشرية تستطيعوا أن تصعدوا في السماء وتنزلوا إلى أعماق البحار. تقول على الدين عيب عليك، تقول على الدين رجعية، اخس. الدين اللي ربنا بعته للناس عشان ينور لهم حياتهم تقول عليه كده؟ ده أول إشارة، ده البراق أول إشارة لفكرة سرعة الضوء. والمعراج أول إشارة انطلقوا، تحركوا. وهل تستطيع البشرية أن تفعل شيء لم تراه من قبل؟ العقل البشري لا يستطيع أن يبدع شيء ليس له أساس. الغواصة هي تكرار لإيه؟ للسمكة. والطيارة هي تكرار لإيه؟ كل حاجة أبدعتها البشرية لازم تشوف صورة محاكاة من إبداع الخالق سبحانه وتعالى. فكان لابد أن تكون في رحلة إلى السماء لتبدأ العقول البشرية، حتى المكذب يقول طب ما يمكن. فضل الإسلام على البشرية كبير. ورحلة الإسراء والمعراج مش مجرد رحلة روحية، لها بعد علمي في تاريخ البشرية. طيب احنا فين دلوقتي؟ احنا هنبدأ بقى نطلع في السماء مع جبريل. 7 سماوات، كل سماء هيقابل فيها نبي. حد بقى يراجع معايا معلومات. السماء الأولى هيقابل مين؟ آدم. صحيح، مفيش جوائز، سهلة. أو مفيش فلوس. السماء الثانية هيقابل مين؟ سيدنا عيسى وسيدنا يحيى. برافو، مذاكرة. السماء الثالثة هيقابل مين؟ سيدنا يوسف. يا سلام، ناس مذاكرة. السماء الرابعة هيقابل مين؟ سيدنا إدريس. السماء الخامسة هيقابل مين؟ لا، سيدنا هارون. يا سلام، مذاكر أحمد. السماء السادسة هيقابل مين؟ سيدنا موسى. السماء السابعة سهلة جدا، هيقابل مين؟ سيدنا إبراهيم. خلاص يعني مش معقولة مش هيقابل سيدنا إبراهيم. هو ما فيش غير الأنبياء دول؟ لا طبعا، الأنبياء كتير جدا.
طب اشمعنى دول؟ صحيح، اشمعنى دول؟ أولي العزم؟ لا، مش كلهم أولي العزم. سيدنا إدريس مش من أولي العزم، سيدنا هارون مش من أولي العزم، ما قبلش نوح، ما قبلش سيدنا نوح، سيدنا نوح من أولي العزم. سيدنا يحيى مش من أولي العزم. سيدنا آدم أبو الأنبياء مش من أولي العزم. اشمعنى دول؟ في رسالة. إيه بقى رسالة؟ إيه أيوة قربت يا هو، من قصص كل حد، اللي هو إيه بقى؟ رمز. أيوة صح، حلوة بقى، اللي هو إيه؟ تحمل مشقة. لا، بعدنا. ترتيب السماوات ملاش علاقة. كل واحد من دول له علاقة بقصة حياة النبي اللي جاية. كل واحد من دول له علاقة بحياة النبي. خلي بالكم، بعد الإسراء والمعراج النبي هينزل بدء الاستعداد للهجرة. كان لازم يقابل سيدنا موسى وسيدنا هارون علشان الخروج من بلده والهجرة إلى مكان جديد، زي ما سيدنا موسى خرج من مصر خائفا يترقب وعدى لغاية ما وصل إلى سيناء لتبدأ مرحلة جديدة مع بني إسرائيل. وإنت يا محمد قربت تخرج من مكة. سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، أنت هتقابل اليهود، وإنت ما قابلتش اليهود في مكة، هتقابلهم في المدينة. وعيسى ويحيى تعبوا مع اليهود أوي، ويحيى قتلوه اليهود بني إسرائيل، وعيسى حاولوا يقتلوه. يا محمد هيحاولوا يقتلوك في المدينة. إدريس أول من خط بالقلم. يا محمد دخولك المدينة لازم يبدأ بالعلم. ركز على العلم. عشان كده أول خطوة في بدر، كل الناس في مكة في المدينة ما تبقاش أمية، كل واحد من أسرى بدر يعلم 10. الله. طب ويوسف؟ ده قصة حياتك هي قصة حياة يوسف. يوسف اللي أذاه أهله إخواته، وانت عيلتك هي اللي هتعمل فيك كده. أبو لهب ده عمك، وكل قريش اللي بتحاربك دي قرايبك. ما تزعلش، يوسف أهو اللي أنا حكيت لك قصته، شوفوا أهو. وبعدين يوسف هيخرج من بلده، وهيخرج من بلده وهيكبر في بلد تانية، وانت هتكبر في بلد تانية. وفي الآخر أهله هيعتذروا له وهيرجعوا ويندموا، وانت هتفتح مكة وهيرجعوا ويندموا. ولذلك من كتر تشابه القصتين ببعض، قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة يوسف عليه السلام، لما سيدنا يوسف إخواته عرفوا الحقيقة واعتذروا له، قال لهم إيه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، خلاص مش هقعد ألومكم، يغفر الله لكم. فلما جه أبو سفيان يوم فتح مكة ومش عارف يعمل مع النبي إيه، ولا يعتذر له إزاي، ولا يقول له سامحنا إزاي، فبيقول للعباس عم النبي ماذا أقول له؟ قال له قل له تالله لقد آثرك الله علينا. كلام مين؟ إخوة يوسف. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فوقف أبو سفيان قدام النبي وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرد عليه النبي وقال له بكلام سيدنا يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ده هو كل اللي قابلهم لهم علاقة ببقية قصته، لهم علاقة ببقية قصته. طب ايه يعني بتقول لنا الكلام ده عشان اقول لك ايه؟ ما حدش بيقابل حد صدفة في خلق الله. ايوه، شفت انا خدتها منين ووديتها لحياتك بقى الشخصية. حدش بيقابل حد صدفة. ما جيتش الدرس ده صدفة، ولا قابلتي فلان اللي بقالكوا سنين ما تقابلتوش صدفة عشان تتكتب قصة جواز، عشان مكتوب ان هيطلع من بطنك فلان وفلان من قبل ما تدخلي انت وهو. ما كانتش صدفة يوم ما رضيتي أمك فدعت لك الدعوة الفلانية فحصلت. ما كانتش صدفة يوم ما رفعت التليفون على فلان بتسأل عليه وتطمن عليه ففتح لك باب رزق كلت منه عيش لمدة 10 سنين. الستر مش صدفة، والصحة مش صدفة، والرزق مش صدفة. محدش بيقابل حد صدفة. انت ما جيتش هنا صدفة،
انت جاي هنا تسمع كلام يمكن ما تحضرش بعد كده تاني لظروف حصلت لك في الحياة أو تسافر، لكن ما كانش صدفة انك لازم تسمع الكلمتين دول لحاجة لها علاقة بحياتك. اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة الناس دول رسالة لينا في الفكرة دي. محدش بيقابل حد صدفة. معناها ايه؟ لو قابلت حد صدفة في حياتك في خير امسك، في شر بيبتليك ابعد، لكن في خير امسك فيه. طيب قابل في السماء السبع، كل ما يطلع سماء يحصل حاجة الأول، إيه هي؟ لازم يطرق سيدنا جبريل أبواب هذه السماء. إيه يعني هو السماء محتاجة سيدنا جبريل يعني يطرق أبواب السماء؟ هي السماء لها أبواب؟ يطرق أبواب السماء فيسأل الملك من بباب السماء الأولى، فيقول أنا جبريل. فيقول ومن معك؟ مين اللي معك ده؟ فيقول محمد بن عبد الله. فيقول الملك أو أوحي إليه؟ أنا ما يطلعش عندي غير حد موحى إليه. فيقول نعم. فيفتح له باب السماء. كل سماء لازم يعمل الحكاية دي. مش فاهم ليه يعني؟ طب ما يا عم ده رسول الله، ده ايه اصلا الرحله كلها معجزات وده رسول الله وده جبريل، ليه الحدوته دي؟ وليه النبي بيحكي لنا ان ده اللي حصل معاه؟ خلي بالكم قصه المعراج متواتره من حوالي 80 صحابي من روايات مختلفه، كلهم راويين نفس الفكره، يطرق ابواب السماء. عارفين الفكره ايه؟ اما حته فكره حلوه بشكل، السيستم. نحن نعيش بعشوائيه، وربنا بيقول لنا الحياة بتمشي صح بالسيستم. حط سيستم لكل حاجة. الغرب متفوق، عنده سيستم، ليسوا أذكى مننا أبدا أبدا. بص كده على المصري في أوروبا، من أذكى العقليات، لكن ما عنده السيستم. بص على الإنجليزي، لا 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 يا عم احنا أجمد بكتير، بس هو عنده سيستم. انتوا مش مهتمين بموضوع السيستم. موضوع السيستم، احنا عايشين مع بعض في بيت واحد انا ومراتي واولادي، عندنا شويه قواعد لازم نتفق عليها. هنعمل جروب اسمه جروب نادي الاحسان، لازم نتفق على شويه قواعد هنمشي عليها في الجروب. ما حدش ينزل اعلانات مش عارف ايه، ما حدش يعمل كذا، ما حدش يعمل كذا. انت ماشي من غير سيستم. اب وابنه، انا انت فتره دراستك في الجامعه السيستم بيننا 1 و2 و3 و4. ما حدش بيحط التلفزيون في اوضته ويقعد قافل على نفسه في اوضته ويقول انا قافل على، لا احنا كلنا عايشين في بيت واحد. السيستم بتاعنا في بيتنا ان التلفزيون في الوسط للجميع، سيستم. لكن خناقات 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 عشان ما فيش سيستم. جزء من التحضر وجود سيستم لاجزاء حياتك، وجزء من التخلف. والتخلف دي مش شتيمه، ده بيبقى واقع يعيشه الناس. العشوائيه، يا نهار ابيض. الدرس اللي متفوق به الغرب هو درس من المعراج. هذا دين عظيم، هذا دين رائع لمن يفهم. ما تعيش من غير سيستم، ما تعيش من غير سيستم. هصرف ايه في الشهر؟ ادينا بنصرف وهي ماشيه. ايه ده، انت مش عامل نفسك ميزانيه؟ لا والله بس يعني لما بتزنق بستلف. طب اخبط في الحيط بقى. فين السيستم؟ هتتجوزي انت وجوزك، ايه الحاجات اللي هنتفق عليها؟ من غير بقى ما نقعد طبعا ايه، ما هو في ناس تحط سيستم فتقرف، يعني تقرف نفسها وتقرف اللي حواليها. فين السيستم؟ يا عم ارحمني بقى، عايز اعيش حياه طبيعيه. فما تقعدوش بقى تحسوكوا وتحت كلمه. انما في فريم، في واسع، مش ضيق مش خانق، لكن لازم في سيستم. يا سلام على التعليم هذا الدين الرائع. طيب هيقابل في كل سنة نبي، هيقابل كل نبي هيقول له ايه؟ مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. يا سلام على وحدة الانبياء، ما فرق الانبياء. اوعوا تقولوا طب هو ليه ربنا نزل انبياء مختلفين علشان نبقى احنا كلنا بنتخانق مع بعض؟ ربنا ما عملش كده، احنا اللي اتخانقنا مع بعض. الانبياء حاجة واحدة، الأنبياء كلهم يجمعهم الحب. ومن حلاوة الدين الإسلامي أنه يؤمن بكل الأنبياء. لو أنت مش مؤمن بأحد الأنبياء تبقى إيه؟ مش مؤمن بالإسلام الصحيح.
لا أنا مؤمن بعيسى وموسى ومؤمن بسيدنا نوح ومؤمن بسيدنا إبراهيم. هو دي الفطرة الصحيحة. فكلهم بيقابلوه بهذا الحب. مرحبا. مش سيدنا موسى بقى يقول له لا أصل أنا أمتي أحسن، أنا مش هسلم عليك، أنا زعلان. إيه ده؟ ده العقول الضيقة اللي يقف على المنبر بيدعي على المسيحيين. هم عملوا لك حاجة؟ تدعي ليه؟ تعمل كده ليه؟ لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين. في مساحة كبيرة من التعايش والتسامح والقبول للآخر. النبي لما جم نصارى نجران بالصلبان بتاعتهم ولبس الرهبان جايين المدينة يتكلموا معاه ويعملوا زي ما يقولوا حوار أديان بلغة العصر الحديث، يسكنوا فين؟ ما هو وفد 80 واحد، نعمل لهم خيم فين؟ فقال لا، يسكنوا في المسجد. ايه؟ في المسجد النبوي اللي احنا بنروحه؟ يعني طب ويدخلوا بالبسهم دون؟ طب نقول لهم يقلعوا؟ لا ما يقلعوش، حقهم. طب بس دول هم هيدوا ظهرهم للقبلة بتاعتنا عشان يصلوا صلاتهم لاتجاه المسجد الأقصى. دعوهم وما يفعلون. ايه ده؟ هو احنا نبويين اكتر من النبي؟ ولا بتكلم جد يعني انتم متدينين اكتر من النبي ولا نبويين اكتر من النبي؟ في كتاب اسمه كده النبويون اكتر من النبي. ايه العقد دي؟ فين مساحة التسامح النبوي العظيم؟ نختلف في الاعتقاد، طبعا نختلف في الاعتقاد ونتمسك بديننا جدا وفخورين بيه جدا، لكن نتعامل مع الناس بأريحية. مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. الوحيد اللي قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح سيدنا آدم. عشان هو أبونا كلنا. طيب احنا فين دلوقتي؟ احنا عمالين بيطلع النبي صلى الله عليه وسلم، هو دلوقتي في السماء السبعة. هيقابل مين في السماء السبعة؟ هيقابل سيدنا إبراهيم. هيلاقيه فين؟ فوجدته مسندا ظهره، سند ظهره إلى البيت المعمور. ايه البيت المعمور؟ البيت المعمور جه ذكره في القرآن في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور والايه؟ والبيت المعمور. ايه البيت المعمور؟ بيت كوبي من الكعبة، تماما كالكعبة، في السماء السابعة. يعني احنا بنطوف في مكة، بنطوف بالكعبة، الملائكة بتطوف بالبيت المعمور، صحيح. فوانت تطوف بالكعبة إذا حضر قلبك وكنت قريبا من الله فأنت أحب إليه من الملائكة اللي بيطوفوا بالبيت المعمور. قد تكون أخشع إنسان في الكون الآن. الله، وحشتنا مكة وحشتنا العمر، والله وحشتنا العمر. يا رب ادعوا، اللهم ارزقنا بعمرة قريبة، يا رب، يا رب ارزقنا بعمرة قريبة، اللهم ببركة هذا اللقاء ارزقنا بعمرة قريبة. فبيطوفوا بالبيت المعمور سيدنا إبراهيم ساند ظهره للبيت المعمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. تاني اسمع الحديث، يدخله كل يوم كم؟ 70,000 ملك يطوفون به لا يعودون إليه إلى إمتى؟ ممكن تتخيل عدد الملائكة كم؟ بس الله أعلم. اليوم ده يوم بتاعنا، خلي بالكم في أزمان مختلفة، الزمن مش واحد. انتوا زمانكم هنا 24 ساعة، وفي إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة. إيه ده؟ إزاي في مواعيد مختلفة؟ هو مين اللي خلق الزمن؟ مش ربنا اللي خلق الزمن؟ قادر إن هو يغير المواعيد ولا مش قادر إنه يغير المواعيد؟ فاهمين؟ طيب، فالملائكة 70,000 ملك. يا نهار أبيض، يبقى عدد الملائكة قد إيه؟ الله. طب ويبقى سعة الكون قد إيه؟ بيقول لك الأسبوع اللي فات كنت بقرأ إن اكتشفوا مجرة جديدة 10 أضعاف المجرة بتاعتنا. هو الكون ده قد إيه؟ مالك الملك سبحانه سبحانه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
عدد الملائكة، يقول النبي في حديث آخر أطت السماء، تقلت. عارف لما تدوس على الباركيه على الخشب فتسمع الطقطقة بتاعته؟ أطت السماء وحق لها أن طقت، لها حق السماء. ليه؟ ما فيها موضع 3 أصابع، حتى قد كده اهو، إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، حتى إذا قامت القيامة قاموا يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله. الدنيا صغيرة جدا، إحنا القصة بسيطة جدا، 70-80 سنة ننجح في الاختبار ونروح على الجنة إن شاء الله. قابل سيدنا إبراهيم عند البيت المعمور. سيدنا إبراهيم بقى هيوصل له رسالة لينا. سيدنا إبراهيم بعت لكم رسالة، بعت لحضراتكم رسالة من جدنا سيدنا إبراهيم. يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، سلم لي على المسلمين وقل لهم إن الجنة طيبة التربة، حلوة قوي، اللاندسكيب رهيب. إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها، للي عايز يغرس غرسة في الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر. عايز تجمل، عايز تعمل ديكوريشن للجنة بتاعتك، الذكر هو تجميل الجنة بتاعتك. بس هي دي رسالة سيدنا إبراهيم لينا، بس اذكروا الله. رسالته لينا حافظوا على الذكر، خاصة ال5 دول. طيب يبقى ده كده سيدنا إبراهيم ولقاء سيدنا إبراهيم في السماء. لسه هيطلع. إيه بقى؟ في إيه بعد كده؟ الجنة. هيشوف الجنة، هيدخل الجنة ليكون ثاني مخلوق من البشر يدخل الجنة بعد آدم عليه السلام. دخل الجنة. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الصحابة وقام قايل من منكم دخل الجنة، في المدينة الكلام ده بعد الإسراء والمعراج، من منكم دخل الجنة؟ فطبعا يعني ما فيش تعليق. فسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب شاب صغير، كان في الوقت ده مثلا عنده 18 سنة ولا 20 سنة، قام رافع ايده قال أنا يا رسول الله. فعمر بن الخطاب بيقول يعني بيقول ايه ده؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم شرب من أنهار الجنة؟ عبد الله بن عمر الخطاب أنا يا رسول الله. فعمر بن الخطاب بيقول فتحركت لأكون بجواره عشان يسكته. اسكت. من منكم أكل من ثمار الجنة؟ قال أنا يا رسول الله. فقال النبي كيف يا عبد الله؟ قال يا رسول الله دخلت الجنة بدخولك إليها في المعراج، أنا مصدقك لدرجة أن أنا حس أن أنا كنت هناك. يا وشربت من أنهارها بشربك لها، وأكلت من ثمارها بأكلك منها. حلو قوي، جميل عبد الله بن عمر. وعشان كده قال لبلال يا بلال سمعت خشخشة نعليك في الجنة، أنا سمعت صوت رجليك في الجنة. إيه ده؟ أنت عايز تقول لي إنه طوي له الزمن وشاف ما هو قادم؟ يبدو أن النبي شاف اللي ما حدش شافه. رسول الله شاف ما لم يره أحد. يا بلال سمعت خشخشة نعليك في الجنة، فبما يا بلال؟ أنت بتعمل إيه؟ قول لي بتعمل إيه يا بلال؟ قال يا رسول الله ما توضأت إلا صليت ركعتين. فقال بهذا يا بلال. وناخد منها حكمة تانية، بس موضوع تاني، ما حدش يضحك عليكم ويقول لكم إن البدعة كل حاجة ما عملهاش النبي، لأن بلال عمل الحكاية دي والنبي ما كانش قال له عليها. وكل حاجة عقدوكوا فيها يقول لك بدعة 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 بدعة، تسلم على واحد بعد الصلاة يقول لك بدعة، عيد الأم بدعة، الاحتفال بعيد الميلاد بدعة، تقول للناس جمعة مباركة وتبعت لهم مسج بدعة. إيه ده؟ زهقتونا في عيشتنا، دي مش عيشة دي. البدعة ما كان في أصول التشريع فقط. يعني إيه تصلي الظهر 6 ركعات وتقول لي أنا هصليها 6، تصلي المغرب ركعتين بدعة، وكل بدعة ضلالة طبعا. انت بتحرف في اصول التشريع. تصلي الجمعة يوم الثلاث عشان استريح يوم الجمعة خليها في وقت الشغل. ايه الهبل ده؟ نخلي صيام رمضان على التوقيت مش الهجري، نخليه دايما في شهر 3 عشان النهار لغاية الساعة 5. بدعة. لكن بدعة ان انا اسلم عليك بعد الصلاة، بدعة ان انا بعد الصلاة اقول وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد الاذان. ايه ده؟ زهقتونا.
كرهت الناس في سهل حلاوة الدين ده انه سهل. فسمع خشخشة نعلي بلال بحاجة النبي ما قالش عليها لأنها مش من أصول التشريع. شوف عمالين واضحة، وصلت. طيب وصلنا لفين؟ وصلنا للجنة. ثم توقف، لسه بيطلع النبي. ثم توقف جبريل، لا خلاص ما اقدرش اطلع من كده، خلاص ده اخري. حدود المخلوقات انتهت هنا. تقدم يا محمد، ما اقدرش اكمل معك. انا اذا تقدمت احترقت، وانت اذا تقدمت اخترقت. صلى. الحمد لله ان احنا مسلمين. حاجه جميله ان ده نبينا. والله احنا مقصرين في حق نبينا وفي حق ديننا كتير قوي. ما بنعملش حاجه، ما كناش قدوه، ما نجحناش في الحياه نجاح كامل كافي، ما تعلمناش تعليم قوي يخلي المسلمين قدوه للبشريه. حتى عبادتنا بقت ضعيفه. ليه كده؟ فين الاحسان؟ تفتقد الامه الاحسان. روح هذا الدين هو الإحسان، إنك تطلع أحلى ما عندك مع الله، مع الناس، مع الحياة. لو 1% من المسلمين عاشوا بإحسان يتغير حال المسلمين. بس طلع أحسن ما بداخلك في 3 اتجاهات: مع الله عبادة، مع الناس أخلاقا، مع الحياة إتقانا وإبداعا، يتغير حال المسلمين. احنا شلنا المادة الفعالة من الدواء. عيش بإحسان، ادخل رمضان من المحسنين. بس الكلمة دي هطلع أحلى ما عندي. يعينك إنك تصل لكده إيه، ويقويك على كده إيه؟ الذكر. بس هي دي الوصفة. برنامجي في رمضان السنة دي اسمه حياة الإحسان، إن شاء الله صورناه خلاص. حياة الإحسان هو برنامج رمضان السنة دي. طيب، والجروب اللي احنا عاملينه اسمه نادي الإحسان. جبريل يا جماعة، النبي في الرحلة دي شافه بشكله الملائكي الكامل. وهو إيه شكله الملائكي الكامل؟ حاجة. ويخلق ما لا تعلمون. إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل له 600 جناح. كم جناح؟ يسد الأفق. إذا نفض أجنحته تناثر عنها اللؤلؤ والياقوت. شكله إيه سيدنا جبريل؟ يعني لما يفرد جناحه تلاقي اللؤلؤ والياقوت. هنشوفه إن شاء الله. احنا لسه ما شفناش حاجة. واحنا شفنا حاجة؟ ده الدنيا دي بس حاجة كده، دي بس نموذج امتحان. خش جاوب بس الامتحان وتعالى انبسط بس، يعني ولا حاجة. احنا شفنا حاجة؟ مش شفناش حاجة. احنا اخيرا شفنا السماء وشوية نجوم عشان بس ربنا يورينا عظيم خلقه. لكن الحقيقة لا 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 لا، ده لسه حاجات جامدة جدا، حاجات رائعة. انت ما شفتش حاجة، بس انجح، بس انجح. فالنبي يشوف على عظمة سيدنا جبريل، بيقول: رأيت جبريل في المعراج كالحلس البالي من خشية الله. الحلس حتة قماش لما تكرمشها كده، عارف مفرش سرير أو مفرش سفرة وتكرمشه كده. جبريل 600 جناح، رأيته من الخشوع كالحلس البالي من خشية الله. ونعيد الدرس: كل ما تروح لربنا بضعفك يعليك. روحي له عبده. الابتلاء لشيء أعظم من أن يردك إلى عبوديتك. ارجع عبد، وتقهرك الحياة لتبكي بين يديه، وتوجعك الأيام لتتوسل إليه، ويحوجك إلى المال لتستغيث به. لأن كل الهدف أنت عبد، لكن الرزق رزقه والخير خيره، وأنت متمرمغ في نعمته، بس تعيش عبد. إحنا فين دلوقتي؟ إحنا سدرة المنتهى. النبي وحده، مكان لم يصل إليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، منزلة لم يصل إليها أحد. يقول: حتى وصلت إلى سدرة المنتهى وسمعت صريف الأقلام. الأقلام؟ أي أقلام؟ صريف الأقلام يعني صوت الأقلام. أي أقلام؟ أقلام القدر. سمع
صريف الأقدار وهي تكتب أقدار البشر. يا نهار أبيض، دي أي مكانة وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمه الله تبارك وتعالى، وكان أمر الله العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء. افترضت على أمتك يا محمد 50 صلاة في اليوم والليلة. يا نهار أبيض، 50 صلاة في اليوم والليلة. فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، فوصل إلى السماء السادسة كمان، ده عدى السماء السابعة، عدى سيدنا إبراهيم. فلقيني موسى عليه السلام فقال يا محمد ما افترض ربك على أمتك؟ فقلت 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عاينت بني إسرائيل وإن أمتك لن تطيق هذا. بيحبنا سيدنا موسى. مش أحسن عشان يوم القيامة يبقى عدد بني إسرائيل أكتر منهم؟ ما عملش كده. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي فقال لي 25 صلاة في اليوم والليلة. فعدت فسألني موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق هذا. حنين علينا جدا، موقف كبير لن ننساه لسيدنا موسى. فعدت إلى ربي فقال لي 10 صلوات في اليوم والليلة. فنزلت فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق هذا. فرجعت إلى ربي فقال هي 5 صلوات والأجر ب50، الحسنة ب10 أمثالها. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت استحييت من ربي، كفاية، مش هقدر أكتر من كده. تعالوا نتعلم شوية حاجات حلوة قوي. أولا جمال سيدنا موسى، وإن الأنبياء كلهم واحد، وإن هم كلهم بيحبوا بعضهم، وإن إحنا اللي فرقنا بين الأنبياء مش هم اللي فرقوا، وإن الدين واحد، وإن كل اللي أنتم شايفينه من عك بين الحضارات وبين الأمم لا نتهم به الدين ولا نتهم به الله، لأنه بيقولوا كل مصايب الأرض والحروب بسبب الدين. بسبب الدين ولا بسبب فجر الإنسان وطغيان الإنسان؟ الدين بريء. دي واحدة. النقطة الثانية اللي نتعلمها جميلة جدا جدا جدا، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا لو كانوا 50، تخيل يا عمر، ده احنا تعبانين في ال5. نويت أصلي ال42، الله أكبر. نويت أصلي ال46، حموت. نويت أصلي ال48، يا نهار أبيض، هم 48 ولا 38؟ يا نهار أبيض، أنا مش فاكر. دفتر شايف الرحمة والأجر 50. الله، طب هو مش سبق في علم الله ان هم 5؟ هم 5 من يوم ان خلق الله البشر، ولا مش 5؟ 5. طب ما ليه الحدوته دي؟ عشان يوريك قد ايه رحمته. انا بخفف عليكم. كانوا هيبقوا 50 وكمان مقصرين في ال5. شفت المعنى؟ مش عيب، مش عيب. ده كانوا 50 وكمان مقصره في ال5. مالكيش عذر، عيب عليكي. أما حتة رسالة فيها الرحمة وفيها العتاب، فيها الحنية وفيها استحي، فيها الكرم، ال5 ب50، وفيها مش تشكر. دي معنى جميل جدا في استحييت من ربي. حاجة تانية خطيرة جدا، ارجع إلى ربك فناشده التخفيف. يقبل مالك الملك سبحانه وتعالى أن عبد من عباده يرجع له 4 مرات يطلب التخفيف، وانتي مش قابلة إن ابنك أو تلميذ عندك في المدرسة أو موظف عندك يراجعك في قرار، أو زوج من التكبر إن ما يقبلش إن مراته تراجعه في كلمة وهو عارف إن هو غلطان، بس أنا قلت ما يرجعش في كلامي. ده كبر. ده رب العالمين مالك الملك يقبل إن سيدنا محمد يطلع له 4 مرات وربنا يقبل منه، وانتي ما تقبليش إن حد يراجع. ده أنا قلت الكلمة وهو عارف إنه غلطان. إيه ده؟ إيه ده؟ ليه كده؟ كل دي دروس، كل دي معاني. لا، معنى كمان رائع. كلمة استحييت من ربي. وانت ما تستحيش انك مقصر في الصلاة؟
يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي أخليهم أقل من 5 وانت ما تستحيش؟ فين الأدب مع الله؟ نقطة كمان، الصلاة العبادة الوحيدة اللي فرضت في السماء، وكل العبادات التانية فرضت في الأرض. في تاريخ الأنبياء وتاريخ البشرية لا توجد عبادة فرضت في السماء منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا عبادة واحدة، الصلاة اللي احنا بنصليها. يعني عايز تقول إيه؟ الصلاة فرضت في السماء ليفضل قلبك في الصلاة معلق بالسماء. الصلاة معراج القلب ومعراج الروح. وكأن ربنا بيقول لنا يا مسلمين، إذا كان محمد هو الوحيد في البشرية الذي وصل في المعراج إلى السماء السابعة وسدرة المنتهى، فكلكم تستطيعوا أن تصلوا بأرواحكم بالصلاة إلى السماء كما فعل محمد، ولكن بأرواحكم فقط، ولكن بأرواحكم ببركة أن الصلاة فرضت في السماء. أنت في حالة معراج، ما حرمكش لأنك من أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم، ما حرمكش أنك تعيش فكرة المعراج. بس هي الفكرة أن أنت مش راضي تركز في الصلاة واخدها كده أنك بتأدي واجب. تذوقها، تذوقها وانت واقف بين يدي الله بتقول الله أكبر. اوعى يكون في حاجة أكبر في قلبك من ربنا ولو 5 دقايق. انت أكبر حاجة في حياتي، الله أكبر. اقف بين ايديه وكأنك عارف لما بتبعت مسج وتقعد تتأكد هي عملت، الواتساب عمل علامتين زرق، ديليفرد، وصلت ليه، أيوة هي وصلت. ابعت روحك للسماء وتأكد ان هي وصلت بتركيزك. بصوا يا جماعة، في فرق بين ان انا اصلا ما بعرفش اخشع وبين الوعي. حته خطيره جدا جدا جدا. حد اتسرق تليفونه قبل كده؟ حاجه مؤلمه مش كده؟ طيب حد اتسرقت محفظته قبل كده؟ حد اتسرقت مفاتيح عربيته قبل كده؟ حاجه موجعه مش كده؟ حد اتسرق عمره؟ ايه يعني ايه اتسرق عمره؟ في ناس بيتسرق عمرها. امتى يتسرق العمر؟ عدم الوعي. سرحان مش واخد بالك من حاجه، بتاكل بعدم وعي، بتلعب رياضه بعدم وعي، عايش بيتكم بعدم وعي، انت فاقد الوعي، انت خارج من كتر التشويش اللي على دماغك من الواتساب ومن التليفونات ومن الام الماضي ومن مخاوف المستقبل. انت فقدت الاحساس بالحاضر، انت فقدت الوعي، انت بيتسرق عمرك. بتاكل مش متذوق حلاوه الاكل لانك بتعمل 60 حاجه وانت بتاكل، فالاكل فقد حلاوته. بتتفرج على الماتش وانت ماسك الواتساب مش عارف تستمتع بالماتش. مش ده اللي بيحصل؟ طب قاعد بتتفرج على الماتش ليه؟ علشان ماتش برشلونه ماتش جميل جدا ده النهارده في الشامبيونز ليج وانا هموت واتفرج على الماتش. طب ماسك الموبايل ليه؟ طب انت طب ما انت في حاله تشويش الان. طب ما انت مش مستمتع انك تتفرج على الماتش، انت مستني لما الجون يدخل في ثانيه. انت فقدت الاستمتاع. طالع مع مراتك واولادك رحله ليه لما انت على التليفون طول النهار؟ انت بره الوعي، انت بره الحياه. الصلاة تدريب على ايه؟ استعادة الوعي. ركز في الكلام اللي بتقوله. ما حدش قال لك اخشع. الخشوع ده نتيجة. تيجي لي بنات كتيرة نفسي اخشع في الصلاة، دي نتيجة اسمها نفسي اعي انا بقول ايه. الوعي بالكلام اللي بتقوله. الحمد لله رب العالمين، تذوقها. طول ما انت مركز هعمل ايه بعد الصلاة انت بره الوعي. طب ولو حصل وعي يحصل ايه؟ يبدأ التذوق للمعاني. طب والتذوق يؤدي ايه؟ يؤدي للخشوع، والخشوع يؤدي لايه؟ معراج القلب. خلص الكلام. طب ويؤدي لايه في الاخر؟ الاحسان، تعبد الله كأنك تراه. يبدأ بايه؟ كلمة واحدة اسمها الوعي. انت ما بتصليش بوعي، انت اصلا ما بتعملش حاجة بوعي. ما بتعملش حاجة بوعي، انت بره الزمن. لانك ما بين آلام الماضي وما بين مخاوف المستقبل وتشويش الحاضر فقدت الوعي. يقوم ربنا يعملها 5 مرات في اليوم استعادة الوعي. اهدى. عارف انت بقيت عامل زي ايه؟ عارف كان البيبسي؟ رجها افتح، شايف الفوران؟ انت من جوه عامله كده، انت في حاله فوران. طب والصلوات ال5 بتعمل ايه؟ اهدى. طفي المكن، المكن الحديد عمال بيخبط في بعضه، انت الحديد سخن، انت مخك استرد وعيك بتذوق 5 دقايق
تسجد كلمه وانت ساجد كأنك تراه. شفتوا الإحسان جه ازاي؟ لما تقول الحمد لله رب العالمين استشعر الحمد. الرحمن الرحيم استشعر الرحمة. تذوق، اوعى، زود الوعي. مالك يوم الدين، يوم القيامة، إياك نعبد وإياك نستعين، والله محتاج عونك معايا، اهدنا الصراط المستقيم، خليني مع الناس الكويسة. وقول أمين في الآخر من كل قلبك. اركع وقول سبحان ربي العظيم وكأنك شايف الكون قدامك. ارفع وقول سمع الله لمن حمد، إنما يسمع الله للحامدين. احمده من قلبك. اسجد وحط دماغك في التراب وعيط له وكلمه. ده وعي. لما تقول التحيات لله كأنك بتقول له متشكر انك خلتني اصلي بين ايديك. ما هو ده معنى يعني ايه التحيات. ده انت حتى الكلمة ما عدتش فاهمها مع انها سهلة. انت فقدت الوعي، انت بره الزمن. تعمل ايه ال5 مرات في اليوم دول؟ تساعدك ان بينهم وبين بعضيهم مستجد الوعي بتاعك. الصلاة، احنا ما بنصليش صح. طب واكتر حتة فيها وعي قوي 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 انك تقوم قبل الفجر بنص ساعة تصلي ركعتين. انا طولت عليكم واحنا وصلنا للاخر، بس الاخر بيقول ايه؟ بيقول الدرس الكبير النهارده، انا هبدا اصلي بوعي. هيجي الخشوع وهيجي الاحسان، وهتبدا لاول مره تتذوق. وجربه، ورمضان بيقرب وشعبان بعد كام يوم. هتتذوق لو صليت بوعي وذكرت بوعي انك بتقول الذكر، بتقول سبحان الله وانت شايف عمل ايه في حياتك او شايف ملكه العظيم، بتقول الحمد لله وانت بتعد نعمه عليك، بتقول لا اله الا الله وانت حاسس بعظمته، بتقول استغفر الله وانت حاسس انك بتتوب. ده وعي. ده وعي. مش مطلوب انك تقول لي انا بذكر بس ما بحسش بخشوع، مطلوب انك تعي. عرفتوا ليه النبي بيقول ليس الرجل من صلاته الا ما عقل منها؟ فهمتوا الحديث؟ يعني ايه عقل منها؟ وعي منها. عرفتوا يعني ايه شاف النبي واحد بيصلي وزي السوسته كده؟ عارفين السوسته؟ يعني يركع وبعدين يسجد ويعمل كده تك 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 تك. قال اذهب فصلي فانك لم تصلي. فراح فصلى بنفس الطريقه. قال اذهب فصلي فانك لم تصلي. فقال والله ما اجيد غيرها يا رسول الله. اما قايل له حاجه واحده بس: اذا قمت فاطمئن واقفا. اطمئن. عارفين يعني ايه اطمئن؟ عارفين الكان اللي بتتهز؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا. زود ثانيتين كمان. ثم ارفع حتى تطمئن واقفا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اجلس حتى تطمئن، كل الكلام فيه كلمة تطمئن، جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في كل صلاتك. الطمأنينة دي يعني ايه؟ استجماع الوعي. عرفتوا ليه النبي بيقول صلي صلاة مودع؟ اللي بيودع الدنيا، مودع يعني ماشي من الدنيا خلاص، دي آخر صلاة وهتموت. تقدر تقولي هيبقى مستوى وعيك قد ايه لو انت دي آخر صلاة وبعد كده ماشي؟ قمة الوعي يا جماعة. دي مش عيشة اللي احنا عايشينها دي. كل حاجة من غير وعي. طعم الأكل من غير وعي. مشاهدة حتى فيلم قديم حلو. مشاهدة ماتش كورة. بتقرأ كتاب من غير وعي. بتذاكر من غير وعي. ايه ده؟ ايه ده؟ حلاوة ديننا أن أقوى مثبتات للوعي الذكر والصلاة. عرفتوا ليه الصلاة نور؟ عرفتوا ليه الصلاة باور وإنرجي وطاقة؟ عشان بترجع لك وعيك بالحاضر، بدل ما أنت عايش بين الماضي والمستقبل عمالين يضغطوا عليك فقدت الواقع. بس كده كلمتين كانوا في نفسي كنت عايز أقوله لكم. اشمعنى سيدنا موسى اللي قال للنبي، حتى دمها خفيف يعني، اشمعنى سيدنا موسى اللي قال للنبي ارجع لربك وسيدنا ابراهيم ما قالوش رغم انه معدي على سيدنا ابراهيم؟ سيدنا ابراهيم ركز على المحفزات وسيدنا موسى ركز على المعوقات. سيدنا ابراهيم قال له ان الصلاه، ان الذكر محفزات، وسيدنا موسى بسبب تجربته، وكل واحد متاثر بتجربته مع بني اسرائيل، قال له خلي بالك في معوق هنا مش هيستحملوا ال50. طيب رجع النبي من رحلة المعراج لقى فراشه زي ما هو. تاني يوم أحكي ولا ما أحكيش؟ كانت لسه ما نزلتش سورة الإسراء ولا سورة النجم. ده مش ده في مسلمين متشككين. تخيلوا قريش بقى
يحكي ولا لا؟ ايه رأيكم، يحكي ولا لا؟ نحكي ولا ما نحكيش؟ نحكي مش كده؟ نحكي. حكى. مين لاجل القدر أول واحد يقابل النبي والنبي بيفكر يحكي ولا لا؟ أبو جهل. أبو جهل. فالنبي بيفكر فقال ماذا بك يا محمد؟ فقال حدث لي شيء عظيم الليلة، أسري بي للمسجد الأقصى ثم صعد بي إلى السماء. فقال يا محمد أرأيت لو جمعت لك قومك أتحكي لهم هذا؟ قال نعم. متخيلين؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع له الناس فحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أصلا مش مؤمنين بالآخرة، فمنهم من يصفق، ومنهم من يضع يده في إصبعه، ومنهم من يصفر، ومنهم من يضع يده على رأسه. تحكي ولا ما تحكيش؟ ليه حكى؟ كان يستنى لما القرآن دي هي حتى هذه اللحظة حكاية شخصية. هو رسول. طب وإيه الدرس اللي نتعلمه؟ اوعى تخجل من دينك، اوعى تخجل من اليقين في دينك. لكش دعوة. مش لما الموضة ان الناس متدينة تتدين، ولما الموضة ان الناس مش متدينة ما تتدينش. مش لما الموضة ان في دعاء بيتكلموا في الدين تطلع تتكلم في الدين، ولما الموضة تنحسر توقف انك تدعو وتتكلم في الدين. مش لما الموضة الحجاب نتحجب، ولما الموضة مش من الحجاب نقلع الحجاب. اصل احنا بنتكسف. اوعى تخجل. هو اللي حصل انك لو دخلت على النت وهتلاقي اصحاب الحاجات الرديئة ما اتكسفوش ان هم يرفعوا الحاجات الرديئة ويرفعوا لها راية، لكن الطيبين والاخيار اتكسفوا ان هم يرفعوا للخير راية. اخس. يقول الله تبارك وتعالى اول آية في سورة الأعراف: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. شوف الآية بتخبط ازاي. اوعى تبقى مكسوف. مكسوفة من حجابك؟ اخص عليكي. مكسوف من تدينك؟ مكسوف تكلم الناس في الدين يحسن يتريقوا عليك؟ ما كنتش مكسوف من 10 سنين لما كان كل الناس بتحب تتكلم في الدين؟ ده هو اللي بيحصل. ده ان ربنا بيختبر الناس كل فترة، بيفرزهم ليميز الله الخبيث من الطيب. لازم الدنيا كنت فاكر ان الدنيا على طول يا سلام. امال فين الاختبار؟ يوم وفاة النبي حروب الردة. الله، طب بس مش كانت الدنيا تمشي؟ الدنيا ايه غير اختبارات؟ حتى في النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد. انت فاكر ايه؟ انت فاكر انك جاي الدنيا نزهة، جاي تتفسح؟ دي دار اختبار. اوعى تكسف. اوعى تكسف من الخير، اوعى تكسف من فكرة الإحسان انك تحكي عنها. عاملين مبادرة اسمها مبادرة حياة الإحسان، كل واحد يقول حاجة عملها بإحسان في حياته ونزلوها على السوشيال ميديا على الهاشتاج حياة الإحسان. ليه تكسف؟ ما تكسفش. عشان كده حكى عشان كده قبل ما ينزل القرآن. شكرا جزيلا. خلصت.